هو ليه رينو ماجنوم الأسطورة الخفية للشاحنات؟ صلى على النبي الأول وتعالى خليني أقول لك إن في فترة التسعينات كان كل شركة بتنتج شاحنات بتحاول تعلي على التانية، كانوا بيشوفوا مين اللي يقدر يوفر أعلى قيمة مقابل سعر وأداء مريح للسواق، كمان تكون مواكبة للتطور. ويجي في التسعينات تحديدا سنة 1990 واللي شركة رينو قلبت فيها كل موازين الشاحنات، وده بعد ما نزلت إصدار جديد من الشاحنات واللي اسمه رينو ماجنوم، واللي كانت بتنزل بثلاث إصدارات من المحركات. أول إصدار هو الرينو إي تك اللي كان بينزل 6 سلندر بسعة 12 لتر وبقوة حصانية من 390 لحد 480 هورس باور وعزم نيوتن 2200 نيوتن متر، وده كان محرك من شركه رينو واللي استمر انتاجه من 1990 لحد 2001. وبعد كده رينو نزلت الاصدار الثاني وهو رينو دي اكس اي 12 اللي كان بينزل برضه 6 سلندر سعه 12.1 لتر، ولكن كان بقوه حصانيه اعلى من اللي قبله واللي كانت من 440 لحد 480 هورس باور وعزم نيوتن 2200 نيوتن متر، وده استمر انتاجه من 2002 لحد 2005. انما في الاصدار الثالث كانت بتنزل بمحرك رينو دي اكس اي 13 وده كان من تصنيع شركه فولفو، وده بعد ما استحوذت شركه فولفو على رينو تراك في 2001. كان محرك الرينو دي اكس اي 13 هو نفس محرك الفولفو اف اتش 13 اللي كان بينزل 6 سلندر بسعه 12.8 لتر وكان بقوه حصانيه اعلى بكتير من اللي فات، وكان من 440 لحد 520 هورس باور وعزم نيوتن 2550 نيوتن متر. كانت بتنزل بفتيس الزد اف او الاوبتي درايف، ولكن بكل المواصفات دي ده برده ما كانش اصدار عادي، لان افضل واقوى ميزه نزلت في الموديل ده هو الفلات فلور او الارضيه المستويه، لان الارضيه المستويه دي كانت مريحه للسواق وكانت الكابينه اوسع، وده كان مقارنه بالشاحنات اللي كانت بتنزل في الفتره دي اللي كان كل مشاكلها النفق الموتور اللي بيكون بارز في الكابينه، ودي كانت البدايه لتصميم الكبائن العاليه. والشاحنه دي بالذات لقت اقبال كبير من الناس عليها لان الميزه دي كانت موفره راحه وسهوله تحرك جوه الكابينه للسواق، وده دليل على حب الناس للدراسه العاليه في الشاحنات، والدليل على كده الميجا سبيس في الاكتروس لانه مريح للسواق والحركه في الكابينه بتكون اسهل. بس خلي بالك رينو ماجنوم هي تعتبر اول شاحنه بتنزل بالفلات فلور مش الامبون، كمان بسبب التصميم ده رينو بعد ما نزلت الاصدار ده بسنه تحديدا سنه 1991 حصلت رينو ماجنوم على جائزه شاحنه العام كافضل شاحنه من حيث الامان والقوه والتكنولوجيا وراحه السواق. ولو جينا نشوف الشاحنه دي في مصر فظهرت على الطريق من فتره 2005 لحد 2008، بس للاسف الشاحنه دي ما كانش ليها حظ في السوق المصري، وده لاسباب كتير زي قله قطع الغيار وان ما كانش في ميكانيكيه كتير بيشتغلوا فيها، كمان ما كانش في توكيل رسمي لرينو تراك في مصر، وحتى في اعاده البيع ما كانتش مرغوبه قوي. بس هل عدم نجاحها في مصر معنى انها شاحنه مش عمليه؟ لا خالص، لانها في اوروبا اثبتت كفاءه عاليه من ناحيه الصيانه والامان والقوه وحتى راحه السواق. كمان معظم اللي موجود منها في مصر بينزل بمحرك الفولفو، وده هتعرفه من كلمه دي اكس اي 13 اللي هتلاقيها على التريلا من بره.